إيه الاخبار؟ الراجل اللي في الصوره قدامك دوت اسمه علاء الدين سليمان، شاب مصري عنده 38 سنه من مدينه المنصوره، بس قاعد في ايطاليا بقاله 18 سنه هو واسرته كلها. فربنا كرمه بقى عنده محل بيتزا بعد سنين من الشغل والشقا والتعب. علاء كان محور حديث معظم الصحف ووسائل الاعلام الايطاليه. ليه؟ انا عارف انك ما تعرفش ليه وانا هقول لك. علاء اثناء ما هو راجع من الشغل بتاعه الساعه 12 بالليل سمع صوت اصطدام، وبعد انفجار ضخم ركن العربيه بتاعته واتحرك ناحيه الصوت، ولقى عربيه ملاكي خبطه في شجره ضخمه والنار ماسكه في وش العربيه من قدام. فبدون تفكير جرى علشان يشوف لو حد جوه العربيه ولا لا، وفعلا لقي سيده ايطاليه مغمى عليها ووشها مليان جروح وبتنزف، وبدون ما يفكر مرتين او يحسبها راح فتح باب العربيه وسحبها لبره واتصل بالاسعاف وبالشرطه، وفضل قاعد جنبها لحد ما وصلوا وانقذوا حياتها. فعلاء كان سبب ان هو ينقذ حياه السيده ديت وتكتب لها عمر جديد. تاني يوم ولما صحى علشان يبدا يوم وشغل زي كل يوم، اتفاجئ ان الصحف الايطاليه كلها كتبت عن شجاعته، وازاي ان واحد قرر ان هو يعمل تصرف زي دوت وبدون ما يحسبها وبدون ما يخاف او يطنش او يقول لا وانا مالي او يكمل في طريقه عادي. فعلاء هيرجع شغله تاني زي ما ملايين المصريين اللي هم بيسعوا على اكل عيشهم، وهو مش شايف ان اللي عمله دوت حاجه كبيره، لان هو ده الطبيعي، ومن وجهه نظر ان لو حد مكانه كان هيعمل نفس اللي عمله. بس فعلا علاء راجل يستحق ان الناس كلها تعرف حكايته، واللي بتثبت ان الدنيا لسه بخير، وان مصر لسه مليانه ناس جدعان جدعنتهم مش مقترنه بسنهم ولا بنوعهم سواء كانوا رجاله او ستات، ولا بمكانهم سواء كانوا في مصر او بره مصر، واللي بتثبت برضه ان حكمه ربنا وتدبيره فوق كل شيء، وان اي حد فينا ممكن في لحظه يكون سبب في استمرار حياه غيره. فلسه مصر فيها ناس طيبين. والناس اللي اول مره تشوفني، انا رافض سعيد، بحب مجال علم النفس جدا، وبحاول اني اساعد غيري باللي اعرفه سواء كان بالعلم او بالتجارب اللي انا عشتها، وبنشارك مشاكل الناس على القناه هنا كل يوم جمعه. صاحب المشكله بيكون عاوز يعرف راي الناس في اللي هو بيمر بيه او اللي عنده، فانا دوري بقول له رايي الشخصي اللي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، واعمل له فيديو واشارك الناس بيه، وهو بيشوف التعليقات اللي على الفيديو. فهتلاقيني سايب لك كل المشاكل اللي احنا عملناها وعرضناها على القناه في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، فيا ريت تدخل تسمعها وتشارك لو عندك تجارب منهم وعديت منها. ولو انت محتاج ان حد يساعدك او يمشي معاك رحله في ازمتك او مشكلتك، ما تترددش انك تبعت لنا على كل وسائل التواصل اللي هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. فلو انت خايف او خجلان ومش عايز تعرفنا انت مين، ممكن برضو تبعت لنا على لينك الصراحه اللي هتلاقيني سايبه لك برضو في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه. فما تنساش انك تشترك في القناه، واهم حاجه انك تفعل زر الجرس علشان اول ما بتنزل المشكله يكون بيجي لك الاشعار اللي تدخل وتشارك برايك، وتشارك لو عندك نصيحه على المشكله ديت، لان اوقات صاحب المشكله بيكون مستني حد بس ينصحه باي حاجه، او يكون واحد مر بتجربه ويوصف له الحل. فممكن تكون انت سبب انك تنقذ حياه غيرك او تنقذ واحد من مشكله صعبه هو بيمر بيها، وده طبعا هيتكتب لك في ميزان حسناتك. فما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه. سلام.